أهلا بيكم في حلقة جديدة من حكايات أمال. حكاية آدم وبنك السعادة. مساء الخير يا حبايبي. دايما بقول لكم إن كل بيت فيه حكاية وكل شارع فيه درس. النهاردة حكايتنا عن آدم، الولد الجدع اللي الطيبة عنده زيادة قوي قوي عن اللزوم، فبقي زي بنك سعادة المتنقل، بيوزع فلوسه ووقته وجهده وبنزين عربيته على الكل. بس زي ما بنقول الطيبة حلوة، إنما السذاجة دي حكاية تانية خالص يا جماعة. آدم كان شاب ميسور الحال في تانية كلية، كل يوم ينزل قدام الكلية بعربيته الأس يو في اللامعة، ماسك مشروب طاقة في إيده، والناس كلها تبصله كأنه بطل فيلم. أي حد يقرب منه يقوله آدم أكيد هيحلها، آدم مش هيرفض أبدا، ده راجل. فريدة زميلته جات له قبل الميدترم بيومين بعينين مليانين دموع تمثيل، وقالت له: آدم يا حبيبي أنا هضيع والله، الملازم دي كتير قوي قوي ومش فاهمة فيها حاجة خالص، تعرف تساعدني؟ آدم ساب محاضرته على طول، طبع كل حاجة ملونة، شرح لها، جاب قهوة وعمل لها ملخص بالألوان والرسوم. فريدة قالت له في الآخر: ميرسي يا أحلى آدم في الدنيا كلها، وسابته يرجع البيت متأخر وهو فرحان قوي باللي عمله مع فريدة. ميرا عرفت اللي حصل. ميرا جت بابتسامتها اللي بتدوب الجليد: يا آدم، في كافيه جديد في الداون تاون، عروضه جنان قوي، تيجي تكمل معانا 4 بنات يا بيبي عشان نستفيد من العرض؟ آدم راح معاهم. القعدة كانت حلوة، ضحكوا وصوروا سيلفي كتير، وميرا قاعدة جنبه تقرب منه. ولما الحساب جه 2000 جنيه، ميرا وسعت عينيها وقالت بصوت طفلة: يا نهار اسود، نسيت محفظتي في عربية ماما والله. آدم دفع وقال: ولا يهمك يا ميرا، الشياكة بتحكم. وأصحابها كانوا بيضحكوا تحت الترابيزة وهم ميتين على نفسهم. أما لينا دي مشاورها ما بتنتهيش. لينا كانت ست الستات في الاستغلال الناعم، كل يومين تليفون: يا آدم، عندي مشوار مهم قوي في فرع البنك في المعادي اللي جنب البيت، مش عايزة أروح وحدي، تقدر توصلني يا بيبي؟ أنا خايفة قوي أروح لوحدي. آدم طبعا يوصلها، يستنى ساعة ونص في الزحمة، يعدي معاها على الصيدلية والمول والسوبر ماركت. مرة نسيت حاجة فرجعوا تاني، ومرة قالت له أنا جعانة قوي فاشترى لها أكل. لينا رجعت اتصلت له الساعة 11 بالليل: يا آدم، اشتريت دولاب ملابس جديد والسواق بيطلب فلوس زيادة، تقدر تنزل دلوقتي تساعدني نركبه في أوضتي؟ آدم نزل فعلا، حاسب السواق وطلع الدولاب معاهم، وهي قاعدة بتاكل بوب كورن وبتقول له: انت بطل يا آدم والله. لما خلص ونزل لقى مخالفة كبيرة قوي على عربيته. اليوم اللي بعده بعتت له صورة سيلفي قدام الدولاب: شكرا آدم البطل. وفي مرة التلاتة فريدة وميرا ولينا اتفقوا يستغلوه في رحلة واحدة، وقالوا له: يا آدم، في مول جديد في التجمع، نروح نتمشى ونرجع يا حبيبي؟ آدم وافق. في الطريق وقفوا ياكلوا ويشتروا ويتصوروا. لما رجعوا بالليل طلبوا منه ينزل يجيب لهم آيس كريم من محل بعيد. آدم رجع لقاهم قاعدين في عربيته يضحكوا وياكلوا. الفاتورة طلعت 2500 جنيه. محمود صاحبه مرة جاله مكسور وقال: عندي مشروع ومحتاج 1200 جنيه كتب وطباعة. آدم دفع برضه. كريم كان بيترعش وقال له: يا آدم، أنت بنك مركزي يا عم، خلي بالك هتفلس وهم هيرموك في أول زاوية. في عيد ميلاد آدم كريم قال له: النهاردة هنعمل اختبار يا صاحبي، قول للكل إن أبوك زعل منك وسحب العربية وقفل الفيزا، ومعاك 50 جنيه بس طول الشهر. الخبر انتشر زي النار في الهشيم. 50 جنيه طول الشهر؟ آدم معهوش فلوس؟ مش معقول. والنتائج كانت كوميدية ومؤلمة قوي. يوم عيد ميلاده فريدة بعتت له: معلش يا آدم، عندي التزامات كتير قوي. ميرا شافته وجريت زي المجنونة واتخبطت في كرسي. لينا سكتت خالص، ولما احتاجت أسئلة قالت: لقيت حد تاني يفهم أكتر. آدم بصراحة مثل الدور بقوة، راح الكانتين طلب شاي نعناع واحد بس وقال بصوت عالي: يا عم الحاج، حط نص معلقة سكر بس، الدنيا معاكسة معايا قوي قوي اليومين دول. الناس كلها اتجمدت في مكانها. في الليل قعد لوحده في الكافيتيريا، شاف ميرا بره بتتصور ستوري هابي بيرثداي، ولينا بتعدي وبتتجاهله. دموعه نزلت، وكريم قال له: شفت يا صاحبي، لما الفيزا بتقفل الناس بتقفل معاها.
آدم قال بصوت واطي: كفاية، أنا فهمت. بعد كام يوم رجع آدم الكلية بنفس العربية، لكن بقلب ووعي جديد. ميرا رجعت: يا آدم وحشتني قوي، نطلع الكافيه؟ آدم: تمام، بس كل واحد يدفع نصيبه. ميرا اتلخبطت وقالت: فجأة عندي ظروف. لينا: يا آدم مشوار في البنك. آدم: آسف يا لينا، جربي أوبر. فريدة قبل الفاينل: محتاجاك في تلخيص الدروس. آدم: هبعتلك رقم مكتبة كويسة. ولما التلاتة اجتمعوا يحاولوا يرجعوا الوضع القديم، قال لهم آدم بهدوء: خلاص يا جماعة، أنا دلوقتي بنك مغلق للصيانة ومفيش فروع جديدة خالص. محمود ضحك وقاله: انت اتغيرت يا آدم، بقيت زي حبة الأناناس، تعرف تتعامل مع الناس، طيب وجميل من جوه بس قشرة صلبة من بره. وفي النهاية يا حبايبي، طبعا الكرم والطيبة نعمة، لكن بدون وعي وحدود بتتحول لاستغلال. فلوسنا ووقتنا وجهدنا زي البنزين، وجهده محدود ولازم تحميه وتعرف امتى ومع مين تستخدمه. سؤال الحلقة: ايه رأيكم يا حبايبي؟ ازاي نكون طيبين وكرماء من غير ما نسمح للناس يستغلونا؟ ازاي نحط حدود في علاقاتنا ونحافظ على طيبتنا في نفس الوقت؟ شاركوني تجاربكم بصراحة، مستنية مشاركتكم. أشوفكم على خير في حكاية جديدة من حكايات آمال. ورا كل